الحاج اللي طلع ده ولا العمده ده ولا ايه، مش عارفه بالظبط. هو ما يقصدش يغلط، هو المؤجر ما يقصدش يغلط لان هو ما يجرؤش يغلط. دي نمبر 1. لكن هو ثقافته كده في الكلام، ثقافته كده. ايوه. لكن هو انا يا ريته يكون ضليعة. سامعني. انا بسأله لما حضرتك او باباك اتفق معانا على اخذ الشقة اللي احنا قاعدين فيها دي، واديتها لنا على الطوب الاحمر، واديتها لنا في بيت مستهلك وتعبان، وارتضينا المبلغ اللي هو قرره وقال انا هاخد 18,000 جنيه خليه ورجل. اوكي يا حبيبي، خد ال 18,000 اهم، وهعمل لكم ايجار 90 جنيه في الشهر. تمام يا حبيبي، خد. في وقت كان المبلغ دوت مبلغ كبير، مش اي كلام. وخدنا الشقق دي ونظفناها واقمناها، وعملنا فيها سيراميك، وعملنا فيها حيطان سيراميك برضو، وعملنا جبسن بورد، وعملنا صيانات كلها، دخلنا الكهرباء، دخلنا الميه، كل حاجه عملناها احنا من فلوسنا. وكان في وقتها دي بالظبط. مبالغ طائله طائله. خدت الفلوس دي وبنيت بيها عمارة تانية. انت صح. كنت بتمضي على عقد عارف وواثق انه عقد مورث للأجيال، مش لجيلي ولا اتنين ولا تلاتة، لا للأجيال بالظبط. طويلة. بالظبط. ها. طب انت بالظبط. النهاردة جاي يعني انت اوريدي خدت حقك انت وباباك وزيادة شوية، والحكومة ادت لك جبس واسمنت وحديد واتيفر بقى كل اللي انت عايزه. تمام. والحي ادالك تراخيص ببلاش. كل دي تسهيلات عشان انت تسكن الناس. النهارده بالظبط. انت جاي معترض ليه؟ وعايز تاخد اكتر من حقك، او عايز تاخد حق تاني. يعني انت خدت اولاني وجاي عايز تاخد حق تاني. بمناسبة ايه يا حبيبي؟ بس انا عايزه اسال حضرتك، طب في ناس لا تملك قوت اليوم الواحد، يعني عندهم محلات بتجيب قوت اليوم الواحد، بيصرفوا على عيله كامله او عيلتين او ثلاثه. دول هيجيبوا لكم منين المبالغ الطائله دي؟ نرفعها بحد معقول عشان الناس تقدر تدفع. وده اللي قالته المحكمة الدستورية يا أستاذة نادية. نتكلم على انهي ناس؟ بتوع الزمالك وبتوع المنيل اللي هم كلهم على البحر. ده دول كانوا في وقتهم قبل ما يبقوا عواجيز و60 و70 سنة و80 سنة، كانوا بيقبضوا فلوس قد كده. النهاردة طلعوا معاش وبيقبضوا ملاليم، ما تعيشهمش شهر. هيدفعوا لك 20 ضعف منين يا قلب ماما انت؟ ها ازاي يعني؟ ازاي؟ اعقلوا الكلام يا ناس، اعقلوا الكلام. يعني حضرتك قلتي مثلا في ستات اقسم بالله العظيم 3 فاتحه محلات ترزيه، عندها مكنه وبتخيط للسيدات، او بلوزه مقطوعه، بنطلون عايز يتاثر، معرفش ايه. طيب ديت يعني رزقها اليومي كده، لما تكون كسبت في اليوم ده تاخد لها 100 جنيه 150 جنيه، وفي ايام ما بيجي لهاش حد عنده حاجه مقطعه. دي هتدفع منين وتعمل ازاي؟ طيب يا حبيبي، دي واحده زي دي هتوديها فين؟ هتودوها فين؟ طب هي قاعده في حي شعبي وعملت زبون، عملت زباين من البيوت اللي حواليها، انت راح توديها فين؟ طب حتى لو وديتها، خلينا نقول وديتها، انتوا بتقولوا المنصة والرقمية ومش الرقمية والبوسطة والبريد والقصص الفارغة دي. اولا البريد لغاية دلوقتي ما نزلش فيه حاجة، ولما الناس مفيش بتروح حاجة. تسأل ما فيش حاجة، يقول لك لا ما ومش جابوش لغاية هتنزل دلوقتي حاجة. حاجة، ومش هتنزل حاجة. طب يا حبيبي المنصة الرئاسية بتاعتك دي لغاية دلوقتي ما عملتش حاجة وما نزلتش حاجة. طب لو عملت ونزلت الشقق اللي انتم منزلينها لخلق الله دي للبني ادمين دي، هيجيبوا ايجاراتها من فين؟ من فين هيدفعوا ايجار 1000 ولا 1000 ونص ولا 2000 وطن، وبعدين كل شهر 1000 ونص ولا 2000؟ من فين يا بابا؟ من فين؟ ما عندناش فلوس، خلاص ان يا بالرجع، ما عندناش فلوس. الحكومة لما نزلت قانون العار والدمار على مصر ده،
ده قانون الخراب على مصر. احنا بكل اسف يا استاذه ناديه، نعم. احنا بكل اسف في نظر الحكومه زباين، مش مواطنين، هزبون. ده احنا شطرنج بتحركه زي ما هي عايزة.